الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وقدوة المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين. وأما بعد أيها المسلمون، وفي التنبيه لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة في شهر رجب، قال الإمام النووي رحمه الله: لم يثبت في صوم رجب ندب ولا نهي بعينه، ولكن أصل الصوم مندوب، أي يستحب صيام شهر رجب، لأنه داخل في عموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يستحب فيها صيام الأشهر الحرم. ومن هذه الأحاديث الضعيفة إخوة الإيمان نبين بعض الأحاديث الموضوعة. حديث صوم أول يوم من رجب كفارة 3 سنين، والثاني كفارة 2 سنين، فهو من الأحاديث الموضوعة. علينا إخوة الإيمان أن نتنبه لهذه الأحاديث الموضوعة التي تتحدث عن شهر رجب. إخوة الإيمان، قال ابن رجب: شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة. وقال آخرون عن شهر رجب: شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. معاشر المسلمين، إن شهر رجب من أشهر الله الحرم، سمي كذلك لأنه شهر معظم في الجاهلية والإسلام. إذن كلمة رجب هو التعظيم، وقد نسب لقبيلة مدر العربية، فقيل رجب مدر لأنها كانت أكثر القبائل ترجيبا له وتعظيما. وقال الإمام مالك، هكذا يقول الإمام مالك: كجمهور العلماء يرى استحباب الصيام في رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا في هذا الشهر العظيم، اللهم استجب لنا في هذا الشهر المبارك وهذه الجمعة المباركة يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.